أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أنا عامل صفحة متخصصة في تفسير الأحلام والرؤى. إن شاء الله. طبعا في ناس كتير بتبقى عايزة تفرق بين إزاي الحلم اللي أنا شفته أو الرؤى، هل هي حلم أو هل هي رؤية. طبعا في كتير ما بيعرفش يفرق بينهم. والسبب في كده إن أكتر الناس اللي كانت بتدعي إنها بتفسر الأحلام على أساس إنها يعني زي اسطمبة أو كذا، يعني كذا في المنام. يعني أكتر الناس مثلا بتعتقد إن طالما طلع مثلا في السماء سمك في الأحلام يبقى ده رزق. طيب أنا هرد على دي. يعني لو إن شخص مثلا حلم بسمكة عضته، هل ده يعتبر رزق؟ إذا هي مش قاعدة عامة، الأحلام ليها يعني كذا يعني كذا، او هي رموز او شفرات ما بيعرفش فيها غير اللي بيعرف يفسر في الاحلام. كتير من الناس بيعتقد ان الاحلام بتعتمد على علم او قراءات. في الاصل لازم تكون هي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، بينعم بيها على الشخص اللي بيفسر الاحلام. لان في كتير من الناس عنده موهبة الغناء او التمثيل، او موهبة في الرسم، او موهبة في شيء ما. لكن دي انا في رايي انها موهبه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، بتتميز على باقي المواهب. فالمهم ان اللي يكون عنده يستخدمها في الخير ان شاء الله. كتير من الناس برضو بيعتقد ان الرؤية لازم تكون موعدها بعد صلاة الفجر مثلا. في كتير من الناس بيعتقد ان الرؤية لازم تكون لشخص طاهر، او مؤمن او مسلم او حاجة زي كده. طبعا ده كلام مش مظبوط. لان الرؤيه اللي جت للصحابي بالاذان كانت في وقت الظهيره، ما كانتش في وقت الفجر. الحاجه التانية ان فرعون مصر في قصه يوسف ما كانش مؤمن. كمان فرعون موسى ما كانش مؤمن لما جه شاف رؤيا. هتطرق في تفسير الاحلام لكل ما يشغل الانسان ويؤرقه. هنتكلم عن الاحلام الجنسيه. هنتكلم برضو عن الأحلام ما يخص حد شاف نبي من أنبياء الله في منامه، أو حد زار الكعبة، أو حد شاف إن هو مثلا مات. شخص تاني بيشوف في منامه إن حد عزيز عليه توفي إلى رحمة الله ويجي يكلمه، أو هو زعلان منه، أو ما شابه ذلك. وما ننساش إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تبقى من النبوة إلا المبشرات. فقيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤى الصالحة. وإن شاء الله الرابط بتاع الصفحة هيكون أسفل الفيديو. وربنا يوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلامة نور الدين. شكرا.